شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. عاجل: خالد بوحكاك يتجدد موسمين مع شبيبة القبائل. عاجل: شبيبة القبائل تتفاوض مع هذا لاعب من العيار الثقيل. في انتهاء العقد، جدد مدافع شباب القبائل خالد بوحكاك عقده لموسمين إضافيين. كشفت إدارة منطقة القبائل على حسابها الرسمي أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما قد جدد عقده لموسمين إضافيين. بالأمس، تم تجد يد 3 لاعبين أيضا، هم بدر الدين سوعياد 2025، فارس نشاط 2028، وأخيرا الحارس الشاب حديد 2028. البالغ من العمر 26 عاما قام عسام غتل، الذي تطور في الماضي في حسين دي والحراش ونادي سيدي بلعباس قبل الانضمام إلى شبيبة القبائل، عقده ينتهي حتى عام 2025. سوف يجدد عقده. كلاعب كرة القدم الفرنسي السابق فارس بهلولة 28 عاما أن يعقد مع شبيبة القبائل هذا الصيف. حر منذ مغامرته الأخيرة في أوكرانيا، يخوض صانع الألعاب الفرنسي الجزائري مناقشات متقدمة مع الكناري. بعد مغازلة الهبوط طوال الموسم، يريد شبيبة القبائل العودة إلى الصدارة الموسم المقبل بفضل المساهمة المالية الكبيرة لمالكها الجديد، المشغل العام موبيليس. وهكذا علمنا أن نادي القبائل يمكنه أن يقدم لصانع الألعاب فارس بهلول. يتدرب اللاعب الفرنسي الدولي السابق، الذي تدرب في أولمبيك ليون، حاليا مع العديد من الفرق الجزائرية. وبالتالي، يمكن لشبيبة القبائل أن يوقع قريبا مع اللاعب الموهوب البالغ من العمر 28 عاما والذي يريد إعادة إطلاق مسيرته. شاهدوا فيديوهات سوعياد ونشاط بعد تجديد العقد مع شبيبة القبائل. العائلة الثانية تاعي، الحمد لله الأمور جازت في أحسن ما يرام كما نقولوا. دابور الحمد لله كي زدت برولونجيت الكونطرا ديالي فوق 2 زون، راني فرحان بزاف بلي كاع نكمل مع الكلوب هذا اللي نعتبرو العائلة الثانية تاعي. الحمد لله الأمور جازت في أحسن ما يرام كما نقولوا. ستابيليتي مليحة بزاف. إن شاء الله حنايا باش نخدمو إن شاء الله على هاد الحاجة، باش إن شاء الله نعاودو نولو الواجهة ونساو لي زاني لي فاتو. إن شاء الله نتمنى نكونو إن شاء الله في المستوى اللي يليق بالفريق شباب القبائل. فإن شاء الله حنا راح نمدو كلش باش نكونوا إن شاء الله في المستوى اللي يليق بسمعة فريق شباب القبائل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بولي راني فرحان بزاف اللي جددت مع الفريق تاع شباب القبائل. هذا بليزير ليا باش نزيد إن شاء الله نتعرف ونزيد نخدم ونعاود نطمح بالمكانة الأساسية. والتجديد تاعي الحمد لله هذه حاجة اللي تفرح، وحاجة اللي راح تزيد تخليني ثاني كما قلت لكم نروح باش نحترف في الحلم تاعي لأوروبا إن شاء الله. وراح إن شاء الله نخدموا ونرابيو شفتنا في العوام اللي فاتوا، وإن شاء الله بوركوا با نفرحوا بألقاب في المواسم القادمة إن شاء الله. رسالتي للأنصار إن شاء الله نقول لهم إن شاء الله وقفوا مورانا كيما مؤلف، وإن شاء الله نفرحوا. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة.